في أوروبا، اللعب غالبا ما يكون تكتيكيا ومنظما بشكل أكبر، مع التركيز على الانضباط الدفاعي والضغط العالي. هناك تركيز كبير على اللياقة البدنية والتمركز، والمدربين يلعبون دورا حيويا في تحديد استراتيجية الفريق. السرعة والحدة البدنية تعتبران مهمتين. في أمريكا الجنوبية، هناك ميل أكبر نحو اللعب الحدسي والفني. اللاعبون يعتمدون على المهارات الفردية والإبداع. الشغف والحماس يلعبان دورا كبيرا، وغالبا ما يكون هناك عدد أكبر من المخاطرات في الملعب. اللعب أقل تنظيما وتكتيكيا، وأكثر اعتمادا على الارتجال والمهارة. الخلاصة: أوروبا يساوي تكتيك وانضباط، أمريكا الجنوبية يساوي مهارة وشغف. وقد تلاحظ هذه الاختلافات بشكل خاص في البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس. بالنسبة للأرقام والتواريخ: نجمة 53 نجمة.